سنة، زمان طويل على اليوتيوب وعلى القناة، إلى على بشكل سنة كاملة من 2022 إلى 2023. إيش ذي القطعة سنة كاملة؟ والله ما ظل حدا يسمعني هنا. كيفكم يا أصدقائي الصدوقين؟ كيفكم يا أصدقائي الصدوقين؟ أخباراتكم وأحوالاتكم؟ مبروك عليكم العام الجديد، وإن شاء الله يكون عام خير علينا وعليكم. ومن عادات وتقاليد القناة يا أصدقائي الصدوقين نفتتح العام الجديد بعاهة جديدة، زي ما افتتحنا 2022 بتلك العاهة الغبية. الآن نفتتح 2023 بهذه العاهة. جبت لكم عاهة قهرتني، فقلت ليه نقهر لوحدي؟ ننقهر أنا وأنتم سوا. ملناش دعوة. خذ يا عم استلم أول عاهات 2023. باش نكون أول تونسية تعقد تتعرس بزوز رجال، لذلك بما أن القانون التونسي يكفل لي أني نتزوج بزوز أزواج ويمنع تعدد الزوجات للرجال ويسمح لتعدد الأزواج بالنسبة للنساء، لذلك قررنا أنا وزوز أشخاص آخرين باش نعرسوا، باش ناخذها من زوز كوا وهم موافقين بيان سور. يا للهول، يا للمصيبة، يا للفاجعة. إيش ذا؟ قال تقول لك في القانون التونسي بما أنه يمنع تعدد الزوجات ويسمح بتعدد الأزواج، راحت هي اتفقت مع 2 دول رجال، هي راحت اتفقت مع رجلين تتزوجهم في نفس الوقت، وراحت كيف تتزوجين رجلين بنفس الوقت؟ كيف انت تتزوجين 2 مع بعض؟ انت خطبتيهم ولا هم خطبوكي ولا مين خبط بمين؟ وبهذا سأكون أول امرأة تونسية تتزوج من رجلين في نفس الوقت. كم أنا سعيدة. كم بارك الله فيك. كم أنا سعيدة. يا للهول، ايش ده؟ انا من شفت نظاراتك ذي وانا مش مطمن، عارف يطلع وراكي شيء. قال هي تتزوج رجلين. انا الشيء اللي محيرني اول واحد مين حيكون وكيف يعني؟ راح حجره ورق مقص ولا قرعه ولا والله العظيم يا ارجل. والله شكلنا نجيب ام العيد في بدايه السنه. انقلع انا بشكلك. لكن لا تقلقوا يا أصدقائي الصدوقين، أنا بحنكتي وبدهائي وفكرت كثير واكتشفت اكتشاف هاي شكلها ماخذة 2 مفلسين، فقالوا نتقاسم المهر. اتفقوا في أيام يدبروا نفسهم، يوم هنا ويوم انقلعي. والله جبت أم العيد، حتى أفراد قبيلة الآن مصدومين من الكلام اللي أنا قاعد أقوله. انقلعي أنا بشكلك جبنا أم العيد. لا والشيء اللي يقهر يعني الناس متفائلين معاها، وحتى في واحدة سألتها تقول لها كيف تعدلي بيناتهم؟ الو يا نوال، ما تخافش عزيزتي، صباح الخير ساعة يا نوال، ما تخافش حبيبتي، راهو العدل موجود، هم يعرفوا ما عليهم وانا نعرف ما لي وما علي، هم كيف يعرفوا ما ليهم وما عليهم. كيف ما ليهم وما عليهم والله ذول مو عارفين الله وين حاططهم. هذا اذا جاهم ولد بكره ما يعرفونه لمين. كيف انت قاعده تقولي لي ما ليهم وما عليهم لا بخاف الولد يطلع لي واحد ثالث تكون متجوزته بالسر عليهم. ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ لذلك ما تخافش عليهم عزيزة قلبي، لأنهم باش يكونوا في عين واحد، في العين هذه والآخر في العين هذه. هي مو بس في العين ذي وفي العين ذي، واحد راح يكون يمين وواحد راح يكون يسار. تقول لك في يوم الزفاف كذا مسكه واحد من هنا وواحد من هنا وكذا تمشي تقول ليلة دسلكم الأبيض. وين راح تسكني؟ ما تخافش، الوحدة من الفيلا في أرقى الأماكن الموجودة في تونس، مطلة على البحر، والفيلا الأخرى موجودة خارج تونس العاصمة. هذا مشروع ولا إيش؟ أنت قاعدة تتاجري فيلا داخل العاصمة وفيلا خارج العاصمة لا، وبنصحك خذي ثالث يكون من برا البلاد عشان تروحي تستحي ببلاش. كذا تتكلم لك بثقة واثقة من نفسها وكلامها 100%. ما شنو الإزعاج في الموضوع يا أخي؟ أنا فكيت لكم رجالكم يا أخي، شنو الإزعاج اللي سببتوكم؟ معناها تعليق فارغة، كلام فارغ، قاعدين تزيدوا في ذنوب على لا ولا ازعاج ولا شيء. اسفين والله نحن ازعجناكي، نحن اللي قليلين ادب كذا ومسوي لك شيء خارج عن المنطق وعن العقل. اسفين، نحن اللي ازعجناكي، وفي الكومنتات ولا الشيء اللي انت سويتيه شيء عادي. انقل انا بشكلك هي الكومنتات اللي نكتبها احنا تجيب لنا ذنوب، بس انت الشيء اللي مسويتيه لا ذا بيدخلك الجنة. انت تتكلم جد؟ يا للأسف ما هذا اللي وصلنا له. مرأة تتزوج رجلين، رجل يتزوج رجل، بنت تتزوج بنت. هذه من عندي أنا، بسحب عليك. لم تضبطوا معنا. خلاص، ما هي بكرة حتى المتحولين الجنسيين كذا يطلعوا لك قانون متحول جنسي يقدر يتزوج متحولين جنسيين، وجنسي واحد يتجوز 3.
وبس هذا كان مقطعنا المو خفيف المو لطيف المو نظيف. اتمنى يكون نال اعجابكم واستمتعتم. ما ننسى حطوا لايك حتى لو الموضوع مش كويس وكذا يقرف شكل هذا المقطع، بس حطوا لايك، اشتركوا في القناة، انضموا للقبيلة، فعل ما يسمى بجرس التنبيهات. هذا انستغرامي، تابعني هناك، ارسل لي مقاطع نتكلم عنها. ودمتم بخير. 치료해줄 사람 어디가 없나 가만히 놔두다가 끊임없이 떠나 사람도 너무나도 겁나 혼자인 게 무서워 나 잊혀질까 두려워 상처를 치료해줄 사람 어디가 없나 가만히 놔두다가 끊임없이 떠나 사람도 너무나도 겁나 혼자인 게 무서워 나 잊혀질까 두려워 이제 너 외톨이 맘에 문을 닫고